ازيكم يا جماعه؟ فيديو النهارده هقول لكم ايه هي الادوات اللي هتحتاجوها خلال فتره الجامعه. حاليا بقالي 3 سنين في الجامعه، وطبعا اكيد كنت في الاول بشتري حاجات كتير جدا ملهاش لازمه. ففيديو النهارده حاجه اقول لكم على ايه هي الحاجات الاساسيه اللي المفروض تشتروها خلال فتره الجامعه علشان ما تصرفوش فلوسكم على حاجات مش هتستخدموها، وخصوصا ان الاسعار غليت بشكل كبير جدا. فهقول لكم ايه هي الحاجات اللي اشتريتها، فلو انتم مهتمين بالموضوع ده تابعوا الفيديو للاخر. ازيكم يا جماعه؟ انا مروه محمد، بقدم فيديوهات نصائح للطلبه وازاي ان احنا نكون اشخاص افضل. فلو عايزين تنضموا لعيلتنا، كل اللي عليكم تعملوه انكم تعملوا سبسكرايب وكمان تعملوا لي لايك، لان دي حاجه بسيطه ممكن تعملوها ولكن بتشجعني انا بشكل كبير جدا. ويا ريت كمان تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتعجبكم جدا. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدا بالفيديو. اول حاجه طبعا هنتكلم عليها واللي هي اهم حاجه، الا وهي الكراريس. في الحاله دي انت عندك تو اوبشنز تقدر انك تختار منهم، يا اما انك تجيب كراسه لكل ماده، او انك تجيب كراسه واحده تلم فيها كل المواد، اللي هي الكراسات اللي بتبقى متقسمه دي. في الحالتين تقريبا هتدفع نفس السعر، بمعنى ان انا جبت تقريبا الكراريس دي، هم كانوا حوالي 8 كراريس، في كراستين مش موجودين، وكان سعرهم 140. او تقدر انك تجيب الكراسه الكبيره اللي انا زي اللي انا هظهرها لكم في الفيديو ده، واللي كان تقريبا سعرها 70. فانت هتحتاج تقريبا منها كراستين، ترم اول وترم تاني، ولكن فهتحتاج 70 و70 يعني 140. ولكن في الحاله دي للماده الواحده فانت هتحتاج نص كراسه الترم الاول ونص كراسه الترم الثاني للماده الواحده، فتقريبا هيبقى نفس السعر، مش هيبقى فيه توفير كتير. ولكن الموضوع كله بيبقى معتمد عليك انت شخصيا. في ناس بتحب المينيماليزم اكتر وبتحب انها توفر مكان، فبالتالي هينفع معاها الاوبشن الاولاني اللي هو انها تجيب كراسه واحده لكل المواد. ولكن في ناس تانية لا، ما بيهمهاش الموضوع ده، وبتبقى حاسه انها عايزه تبقى كراسه لكل ماده علشان تبقى مرتاحه اكتر. ففي الحاله دي ترشح لك الاوبشن التاني. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكراريس ليها اشكال كتير جدا، يعني في الشكل اللي هو كده العادي، وبيبقى فيه اشكال تانية اللي هي الصغيره شويه، تمام، وبيبقى فيه شكل تالت بيبقى سلك بس كبير. فتقدر انك تشوف ايه الكراسه المناسبه ليك وتشتريها على حسب امكانياتك، وعلى حسب برضو انت بترتاح في ايه. الحاجه التانية بقى اللي بجد انا ما كنتش بعملها خالص في اول سنه، ولكن بعد تاني سنه انا عملتها وبدات اعملها، وبجد عجبتني بشكل كبير جدا وبدات التزمها واخدها قاعده، هي ان انا بعمل تلخيص. وعلشان تعمل تلخيص اول حاجه انت هتبقى محتاجها هي ورق. فانا اشتريت الورق ده، كان موجود في الفجاله. الورق ده كله كده على بعضه بحوالي 50 جنيه. الورق ده بنعمل بيه ايه؟ ده بنعمل بيه تلخيصات وبنعمل بيه رسومات توضيحيه لاي حاجه احنا عايزين نعملها توضيح في المنهج اللي احنا بندرسه. بمعنى ان احنا مثلا بنعمل حاجات زي اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي. يعني هوريكم مثال كده بسيط علشان تبقوا فاهميني اكتر. مثلا ده كان تلخيص للبرين، ولو لقيته مش واضح هصورها لكم بشكل اكبر اقرب من كده. فده مثلا تلخيص للبرين علشان برسم فيه رسومات توضيحيه، وكمان بكتب فيه الخلاصه بحيث ان انا براجع منها خلال ليالي الامتحان او انا ورايحه الامتحانات. بتفيدني بشكل كبير جدا، وكمان بتثبت عندي المعلومات بشكل كبير جدا. فتقدروا انكم تجيبوا الورق ده، هيكون افضل من ورق التصوير لان هو اتخن واسمك، وكمان في نفس الوقت هو ارخص. الحاجه الثالثه بقى اللي هنتكلم عنها هي الملفات. طبعا بما ان الورق ده بعد ما هتعمله هتحتاج انك تحتفظ بيه في ملف، ففي الحاله دي لازم تشتري لك ملف. وفي انواع كتير من الملفات. الملف الاولاني هو الملف اللي عامل كده اهو، اللي هو بيبقى تقريبا زي اكياس كده وبتحط جواها الورق. وفي ملفات تانية بتبقى زي الملفات دي، والملفات دي بقى بتبقى محتاجة انك يكون عندك خرامة او يكون عندك زي الورق ده بحيث انك تحط فيها الورق وبعد كده تدخلها داخل الكليبس ده. طبعا لو انت عايز توفر ففي الحاله دي الملف ده هيكون اوفر لك بشكل كبير جدا. دلوقتي بقى هتكلم معاكم عن السبلايز والحاجات اللي بنحتاجها على المكتب علشان نعمل تلخيصات او علشان نقدر ان احنا نذاكر بيها. فيا ترى ايه الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها خلال فتره الجامعه؟ اول حاجه الستيكي نوتس. يا جماعه بجد الستيكي نوتس ده اختراع روعه جدا، غير انك هتستخدمه خلال في المذاكره وكمان التلخيص. لو انت دخلت كليه طبيه فكمان هيبقى عندك تكست بوكس، ففي التكست بوكس الستيكي نوتس دي هتنفعك بشكل كبير جدا، لان بيبقى فيه معلومات كتيره وحشو كتير ملهوش اي لازمه، تقدر انك تختصره كله في ورقه صغيره زي كده بالوان، وبيبقى شكلها حلو قوي على الكتاب. وكمان تقدر انك تستخدمها في التلخيص وكتابه المعلومات المهمه. وكمان لو الدكتور قال اي اضافات مش موجوده في الكتاب تقدر انك تضيفها عليها، او حتى تكتب عليها الاسئله اللي ممكن تيجي مثلا في الامتحان، او الاسئله المهمه اللي انت بتكتبها انت وبتذاكر. فالستيكي نوتس دي بجد حاجه جميله جدا، بنصح الناس كلها انها تشتريها. الحاجه
التانية برضو اللي انتوا تقدروا تشتروها هي القلامة الالوان. القلامة الالوان بتبقى حلوة جدا في التلخيص. عارفة ان في ناس كتير جدا بالنسبة لها الكلام ده كلام فاضي، وانا عارفة ان في ناس كتير جدا ما بتستخدمش في التلخيص غير القلم الاحمر والازرق والاسود بس، وبتبقى شايفة ان ده كلام فاضي. ولكن زي ما احنا عارفين ان احنا شخصياتنا بتختلف عن بعض. في الشخصيات اللي بتحب انها تلون وترسم وتعمل اثناء المذاكرة، وفي شخصيات تانية اللي بالنسبة لها ده كلام فاضي. فانت شوف انهي شخصية فيهم واعمل اللي بيريحك، واعمل الحاجة اللي هتخليك تذاكر اكتر. فالصراحة الأقلام دي بتبقى حلوة جدا في التلخيص، وكمان بتقدر انك تستخدمها علشان تشدك شوية على المذاكرة. الحاجات المهمة التانية برضو اللي احنا نقدر نستخدمها اثناء التلخيص هي الأقلام الهايلايترز. الأقلام الهايلايترز يا جماعة دي بجد برضو من الاختراعات اللي انا بحبها جدا، لان بتقدر تعلم على الحاجات المهمة. لان ساعات الدكتور اصلا بيشرح حاجات معينة وبيسيب حاجات كتير جدا ملهاش اي لازمة، مش زي لما كنا في المدرسة كانت اغلب الحاجات بتبقى اصلا يعني مهمه، اصلا ما فيش حاجه ما بتبقى مش مهمه، فبالتالي لازم نذاكر كل معلومه موجوده في الكتاب. ولكن في الجامعه الموضوع مختلف تماما. ممكن الدكتور يركز على شويه معلومات ويسيب صفحات ويركز على شويه معلومات تانية في صفحات تانية. ففي الحاله دي القلم الهايلايترز هتبقى مفيده جدا جدا ليك، وتقدر بقى انك تقسمهم بمزاجك وبراحتك. يعني مثلا تخصص لكل لون لحاجه، لون مثلا للاسئله، لون للحاجات المهمه اللي ممكن تيجي في الامتحان، وكمان ممكن لون للحاجات اللي مش فاهمها واللي عايز تسأل عنها، وهكذا. تقدر تعمل اللي انت عايزه، الموضوع بإيدك. لكن بجد القلم الهايلايترز من الحاجات الحلوة اللي هتساعدك بشكل كبير جدا على المذاكرة. انا عارفه ان انا حاطه الحاجات في الكيس ودي حاجه عويطه، بس الصراحه انا من اول ما اشتريتها انا كسلانه اروح اشيلهم في مكانهم، فانا دلوقتي مش لاقيه البوك ماركس. بسم الله اهي هي البوك ماركس. ايه فايدتها وهستعملها في ايه بالظبط؟ البوك ماركس هي من الحاجات اللي بنستخدمها علشان نعلم على صفحات معينه، بمعنى ان ممكن دكاتره كتير جدا يدوكم كتب، ولكن الكتب مش بتبقى كلها مهمه، بتبقى في صفحات كتير ملغيه وصفحات مهمه وصفحات يعني اقراها وخلاص. فتقدر انك تستخدم البوك ماركس دي علشان تعلم حاجات زي كده. فبرضه البوك ماركس من الحاجات اللي هتساعدك بشكل كبير جدا على المذاكره، وهتخليك تبقى عارف هتركز على ايه ليله الامتحان. حاول دايما في الجامعه انك كل مره ما تيجي تذاكر فيها تسهل على نفسك المره الثانيه للمذاكره، وتبقى معلم كل الحاجات المهمه والحاجات اللي المفروض تاخد بالك منها، وهي الحاجات الملغيه اصلا علشان ما تذاكرهاش وتضيع فيها وقتك ليله الامتحان. فحاول تسهل على نفسك من خلال الستيكي نوتس والبوك ماركس وكمان القلم الهايلايترز. الحاجه اللي بعد كده عايزه اكلمكم عنها هي الشنط. انا لسه ما اشتريتش الصراحه الشنطه بتاعت الجامعه، لكن عايزه انصحكم بحاجه تخلوا بالكم منها كويس جدا. لو انت كليه عمليه ففي الحاله دي مش هيبقى مناسب معاك خالص الشنط اللي بالشكل ده، بجد مش هتكون معاك عمليه خالص، لانها مش مناسبه لكليات عمليه. مش عارفه الصراحه لو كليات نظريه هتكون مناسبه معاهم ولا لا، ولكن لو انت في كليه عمليه الشنطه دي بالنسبه لك هتبقى يوزلس وملهاش اي ستين لازمه، لانها مش هتشيل معاك اي حاجه حرفيا. لانك طبعا في الكليات العمليه بيقعدوا من الصبح لليل تقريبا، بيحتاجوا بلطو، بيحتاجوا حاجات وادوات بيستخدموها معاهم في الجامعه، فالشنط دي مش هتبقى مناسبه معاك خالص انك تاخدها. في الحاله دي لازم تشتري شنطه تكون باك وتكون كبيره، وعلشان تستوعب كل الحاجات اللي انت هتاخدها. بالنسبه بقى لللبس برضو اللي هتجيبه للجامعه، فلازم يكون لبس مريح، ما يكونش فيه اي حاجات لافته، ويكون مناسب للجامعه. وهحط لكم شويه صور هنا للبس يكون مناسب للجامعه لاي حد ممكن يلبسه. بلاش يا جماعه انكم تروحوا لللبس اللي هو الفائع، اللبس اللي هو مش مريح، اللبس اللي هو ضيق، لانك مفروض انك في جامعه، فبالتالي انت لازم تكون محترم الحرم الجامعي اللي انت داخله، وتكون لابس لبس يكون مريح ولائق بالمكان اللي انت موجود فيه. عايزه اوريكم يا جماعه جوله عملتها في الفجاله، وكمان ايه الحاجات اللي كانت موجوده هناك، وكمان اسعارها كانت ايه، وهل اسعارها رخيصه ولا غاليه، وكمان ايه اسعار الحاجات كانت موجوده هناك. فلو عايزين او مهتمين وعايزين تروحوا تشتروا من الفجاله وعايزين تشوفوا الاسعار، كملوا الفيديو. بصي في مجموعات دول اكتر حاجه بحبها، دول حلوين قوي، دول زي اللي معايا. دول 3 ب 70 ده السعر، ده لسه دول 80. اشمعنى؟
مقلمة هيك في دولة انا بكتب له دول اهو عامله ماشي. بكتب له دول اهو. تعالى عرفات هنا عرفات. ايه يلا حاسب يا عبد. وبس كده يكون خلص الفيديو. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وكمان تعملوا لي لايك، لان بجد اللايك حاجه بسيطه ممكن تعملوها ولكن بتشجعني انا بشكل كبير جدا، لان بجد يا جماعه انا بحط مجهود كبير جدا بالفيديوز اللي بعملها. وكمان يا ريت تعملوا شير لاي حد ممكن يستفاد بالفيديو ده وهيطلع منه باي حاجه او في اي حاجه ممكن تفيده. وكمان روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، كل اللينكات هتلاقوها تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام.